فرصة أولى خطيرة جدا على المرمى من الجهة اليسرى. الخطير دوكو خطير جدا، وأمام المرمى التصويبة تمر من جانبي مالكم. الآن انطلاقة وخطأ لمصلحة مالكم. خطير دوكو ينتظر ويمرر تمريرة وصلت في هذا المكان حلوة وفرصة خطيرة أمام المرمى، وهدف أول. هدف أول خطيرين داخل المنطقة. يسجل السيتي هدف المباراة الأول مع الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول. هنا كثافة كبيرة داخل منطقة 18 وبالتالي وصول وهدف لمصلحة السيتي. يمكن هذا اللي تكلمنا فيه حماد، قلت لك الجهة اليسرى بالنسبة لفريق السيتي خطيرة بوجود دوك. يمكن شفنا كيف الحضور. لما الأولى هنا كرة طويلة مرة كانسيلو خاطئ الكرة رائعة لناصر على اليمين، عرضية في المكان المناسب خطيرة جدا ومحاولة لكن تقطع وتعود لسافيتش وخطأ لمصلحة سافيتش. يمكن هذا اللي تكلمت عنه فريق السيتي. شوف محاولة استعادة الكرة دائما في ملعب الفريق الهلالي، والتمريرات تكون التمريرات القصيرة عدم المراقبة. يمكن هذه من الكرة الخطيرة اللي كان ممكن يسجلها فريق. يمكن بتكلم عن حلوة وقراءة سافيتش ثم عرضية مرة دوكو يريد أن يمرر كن ناجحة، بينما هنا ليوناردو لأن ضغط كوليبالي، وهنا خطأ لمصلحة لودي. خطأ عرضية حلوة طويلة جميلة من جانبي نيفيز، فرصة للتصويب، تصويبة إلى خارج الملعب. يمكن لو نشوف كيف فريق السيتي محاولة الدخول دائما ما بين المدافعين وإعطاء حلول لأن دخلنا يوم الثلاثاء في التمرير وسافيتش ومحاولة يمر دوكو خطير جدا، خطير هذا اللاعب، لكن الأجمل أن دوكو دائما في الإنهاء ليس بأفضل حل. صحيح، لكن هو أخطر لاعب في السيتي. يمكن لو نلاحظ في الهجمة دي نشوف نتكلم وسط الميدان بالنسبة لفريق السيتي جوندوغان برناردو. قضية جميلة ولكن الأمور تسير إلى هدف فقط. كانسيلو ليس في حالة جيدة وخطير، بونو يبعد الكرة، بونو يتدخل بونو وينقذ الموقف، بينما مالكم الآن عليه أن يعتمد على نفسه. مالكم ربما في الكرات المرتدة تشهير وعرضية أرضية محاولة لم تغادر جميلة. ليوناردو خطأ ليوناردو ومخالفة ولا الحكم إنه خطير جدا. هنا بين أكثر من لاعب يحب ويمرر تمريرة حلوة من لمسة جميلة وخطيرة، بونو يبعد الكرة، يبعدها ياسين بونو، ينقذ الهلال من هدف ثاني. جوندوغان كان امام المرمى، يسار سريعة يا مالكم، المقاتلة والمحاولة من جانب الهلال وبابوية تلعب وخطير. بونو يتدخل. بونو صراحة في كل المباريات السابقة يمكن أخذ في مباراة أخذ نجومية المباراة، لكن في نجومية الفريق الهلالي من أمام كانسيلو ينجح دوكو، كرة طويلة وإلى روبن وكانسيلو عرضية خطيرة. بونو في المكان المناسب، بونو دائما. يمكن نقطة الضعف كحاد بالمرور، تغطية من كنو الذي يريد شوف تمريرة ضعيفة لكن عند متعب وخطأ لمصلحة متعب. وكوليبالي أن ينتهي الشوط، تلعب منتظرة وكرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. ليوناردو لمسة كان ممكن حلوة للهلال، حلوة التقدم إلى مالكم وصوب مالكم، اصطدمت الكرة وراحت إلى ضربة وكوليبالي خطأ. بونو وهنا كرة فيها دخول على ليوناردو خطيرة وتغطية حاضرة، وصلت عند المحاولة من جانب رايندرز. لا زلت انتظر مالكم يتقدم في كرة ويمرر تمريرة جميلة وحلوة وكرة
خاصة من مالكم. والتمرير يعتمد على سرعته، طولها قدم إلى الأمام وتصويبة. يا كانسيلو، لو كانت عرضية هذه ردة فعل كبيرة 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 يا مناس. خطير، تمريره وصعبة للفريق الهلالي. كرة خطيرة من جديد لكانسيلو، حلوة طويلة لمالكوم، رحب مالكوم، يتقدم مالكوم، حين تستيقظ الإرادة تستدعى القوة وتولد أعظم المفاجآت. يا هلال، يا هلال، يدافع عن الشرف الهلالي. يا سلام. ثاني بينما دوكو، كرة خطيرة وهدف تعادل. هالاند يسجل التعادل. يعود هالاند بالسيتي من كرة كان من الممكن أن تبعد، يعني كرة ثابتة بهذه الطريقة سقطت أمام هالاند في هذا المكان. هنا كرة فيها محاولة وكوجو هالاند، حلوة سريعة وفرصة ضربة جزاء. يا سيناريو ضربة جزاء، لكن تسلل على مالكوم. المحاولة من جانبي السيتي، خطورة تمريرة لكن ما زالت خطيرة. بوكو فرصة للتسجيل. هنا كرة عند بون ناصر وحط الكرة، تدخل من جانبي كانجي، وحكم المباراة لا يشير إلى أي شيء. خطيرة. الهلال يلعب بطريقة رائعة، وسيموني التصويب من مسافة، ومحاولة فرصة للهلال، فرصة لبرناردو رأسية بعيدة من خطيرة للسيتي وضية، والمحاولة وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجود. رايندرز وأمام تغطية برناردو، محاولة برناردو جسد، ثم عرضية منتظرة من ناصر، طيرة لمصلحة السيتي الآن، ولو حلوة لليوناردو وتبعد الكرة، تبعد من جانبية روبن، وحكم المباراة لا يشير إلى خطأ لمصلحة ليوناردو. هنا كرة خطير دوكو، منها تخرج الكرة وحاول وبونو لم يخرج بونو، يعني ملاحظة على بونو انه لا يخرج من المرمى. هنا كرة للسيتي وعرضية جميلة لليوناردو لكنها وفرصة، لكن دخول كوليبالي، عرضية جميلة حلوة. يا كنو كانت مناسبة، خرج كنو بشكل ممتاز ورأسي 81 ولا بالي، والمحاولة افتكاك لاعب جريء في المحاولة وخطيرة جدا، وبونو في التغطية. راحت الكرة براسية هالاند إلى ضربة مرمى. المثالي تعود من لوذية، تغطية حاضرة من جانب سيو، الله يا نجامي من حلق المرمى، من أين يظهر هالاند لا أعرف. من جديد ورأسية خطير في التقدم، لكن روبن ديوت قوية، وبونو يبعد الكرة إلى ضربة زاوية، لكن دائما ضربات الزاوية. ادخل يا كايو، روح يا كايو، مؤثرة لكن عرضية تستدر كرة كوليبالي، المرور ويصوب. أمالكم هذا اللي ساعد الفريق الهلالي بالتنظيم الدفاعي الجيد. خطأ تقاوم، والدقائق الأخيرة دقائق الفرصة، يونالدو يريد أن يصوب. اليوناردو كان مع سافيتش، لكن تحية كبيرة والله، تحية. عرضية دوكو وتصويبة والطلب المباراة علي البليهي اغتياب وحمد اليامي. ممكن العمليات هنا عرضية لفودين خطيرة جدا من جانب فودين، يسجل الثالث. 3-3 سجل فودين خلف لاعبي الهلال. خرج فودين من بين الكل وحضر جدا، مؤثر جدا.
ليوناردو، خطأ لليوناردو، ينطلق إلى الأمام مرة كايو أبوش، ونفس الطريقة بنفس الطريقة خلف المدافعين، سقوط يلعبها لياسين ريان بن شرقي، يحاول في الزحمة، خطيرة خطيرة،